بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن موقف كهربا وامام عاشور. موقف كهربا هنتكلم عليه الاول بصفته شاغل الراي العام كله، كل الناس بتتكلم في الموضوع ده. طبعا زي ما انتم شفتوا حضراتكم كهربا بيلعب، والمهله اصلا اللي هي يوم 9 ابريل انتهى. قالوا يوم 12 ابريل، النهارده 12 ابريل وكهربا ما دفعش ومش هيدفع. الاقرب للتوقعات ان كلام احمد حسام انه يطلع حقيقي، ان كهربا هيقعد يلعب 5 شهور على ما تيجي مهله دفع الفلوس. والشكل العام ان كهربا مش هيدفع، الشكل كده كهربا مش هيدفع. الاهلي مش عايز الزمالك ينتصر عليه انه ياخد منه 2 مليون و400 الف، سواء بقى النادي الاهلي زي ما انتم عارفين اعلامه ما بيطلع يتكلم ويقول لنا النادي الاهلي مش هيدفع حاجه، ده النادي الاهلي لاممهم، ده واحد اداهم للنادي الاهلي متبرع عشان يديهم لكهربا، ده واحد اتبرع لكهربا بالمبلغ، كل ده ما يخصش اي حد. المهم عشان الناس تفهم ان الزمالك هياخد ل 2 مليون و400 الف دولار، مش مهم يبقى مين اللي يدفعهم، دي مش فارقه مع الزمالك. الزمالك عايز ال 100 مليون جنيه، اي حد يدفعهم، اللي يدفعهم. انما الاهلي يقول لك انا ما دفعتش، اصله ما بيغلطش، النادي الاهلي زي ما انتم عارفين ما بيغلطش. ده بالنسبه لموضوع كهربا اللي هو في الساعات القليله القادمه او من بكره هتشوفوا تطورات فيه غريبه الشكل. نبص على لجنه المسابقات في ماتش بيراميدز والاهلي. لجنه المسابقات بعد المشكله اللي حصلت والضرب اللي حصل من محمد عبد المنعم بتاع الاهلي مدافع الاهلي، وقفته 3 مباريات في الكاس الجديد، يعني ما قدرش توقفه في كاس السوبر. يعني مش كفايه ان الفريق بتاع بيراميدز اتظلم في قلب المباراه، كانت مباراه غريبه، ضربه جزاء واضحه وهدف اوفسايد للاهلي، وكل ده الحكم ما شافوش، وكانت النيه مبيته، بدل طلبوا حكام اجانب كان حكام مصريين هم يلعبوا، وبيراميدز كان طالب حكام اجانب، كانت النيه مبيته، وعارفين التحكيم المصري وعارفين الفساد المستعصي في التحكيم المصري. ولو امين عمر حكم غير كده مش هيلعب تاني، ولا هيدخل الاتحاد الافريقي، ولا هيبقى حكم دولي، ولا هيعمل اي حاجه، وهو لازم يعمل كده، والحكام لازم تعمل كده. وشفنا السنه اللي فاتت الحكم كان الاهلي بيطلع متعادل بس، ومفيش اي فرصه ومفيش اي هجمه للاهلي 3/4 الماتش، واداء زي الزفت، وبيطلع سيد عبد الحفيظ حاكم الحكام، والحكام تتوقف بالست اشهر. ازاي ما الاهلي ما يكسبش؟ فده الطبيعي، ده طبيعي الكره المصريه. رخر مش هنتقدم، لا نشوف كاس عالم تاني الا كمان 50 سنه، لما المنظومه الفاسده اللي في اتحاد الكوره دي تتشال وتمشي، واما المنظومه الفاسده دي بقى تموت في الاعلام المصري. نروح بقى لقضيه امام عاشور. قضيه امام عاشور طلع اسلام صادق الصحفي وقال لك امام عاشور مضى للاهلي 4 سنين ونص. طلع امام عاشور حط بوستر كده على الصفحه بتاعته في الزمالك ومش عارفه ايه. انا ما اعتقدش ان امام عاشور يعملها، ده بالنسبه للاعب. اما بالنسبه للنادي الاهلي فالنادي الاهلي هو داخل معركه. الزمالك اذا خد فلوس الكهرباء، مسؤولين الزمالك هيطلعوا يقولوا لك احنا انتصرنا، وهيشوشروا على الاعلام شويه اللي هو منتشر في مصر كلها، يقول لك حتى لو الاهلي دفع، ما الاهلي مش هيدفع حاجه من جيبه، الاهلي مش هيدفع في ظل تألق كهرباء، والاهلي بيدفع لسافيو ده 80 90 مليون جنيه لكن مش عايز يدفع، بدل عند الزمالك مش هيدفع. يعني انا مش عارف. يعني نبص لجماهير الاهلي بقى منساقه ورا رئيس النادي مهما يخطأ، يعني مهما يخطأ ما عندوش خطأ، يقول لك ما عندوش خطأ. طلع رئيس النادي ده ان هم، واستغفر الله العظيم للالهيه، محمود الخطيب ده عندهم اله ومفيش حاجه خالص. تبص بقى للمنظر بتاع امام عاشور، منظر امام عاشور، الاهلي راح ياخد امام عاشور. طب هو مش ده امام عاشور اللي توقف 12 مباراه اما شتم الاهلي في اوضه اللبس وقال لك عيله صالح عيله والاهلاويه ولاد كذا؟ هو اللي قال، وعارفين ان اللاعب زملكاوي رايحين يفاوضوه عشان تبقى ضربه للزمالك، قصد ان الزمالك هياخد فلوس كهرباء. طب ما انتوا اللي هربتوا كهرباء. منظومه الاهلي بالظبط يا جماعه، مش عايز اقول لك كلها فساد، هي الفساد موجود فيها من زمن الزمن، وكل رئيس بيجي بيكمل الفساد، مع الاختلاف الخطيب مزودها في الفساد اكتر. يعني اما نبص لمحمود طاهر، لا، كان الفساد عنده مش بالمنظر الفاجر اللي محمود الخطيب ده عنده. محمود الخطيب نفس زي ما بنقول تلميذ حسن حمدي، خطف اللعيبه. هو بس الحكايه كلها انه ما افتكرش ان الدنيا اتطورت، وان ممكن الاتحاد الدولي يوقف اللعيب وممكن تبقى فيه غرامه. هو ما افتكرش كده، هو واخد على ان اللعيب كوبري
لعيبه الاسماعيلي بيغلبوني 4-0، لا اخدهم كوبري وارجعهم ويجوا الاهلي، والاعلام هيقول لك الاهلي ليس طرف في الموضوع، والحوارات اللي احنا بنشوفها دي على طول من الاعلام بتاعنا. اعلام المنظومه مش هتتعدل، ولا مصر هتوصل كاس عالم الا بالاعلاميين دول اللي عندهم 80 سنه و90 سنه وقاعدين لغايه دلوقتي، وكل كلامهم كذب في كذب، يمشوا او يموتوا ربنا يخلصنا منهم. ومنظومه كره القدم كلها تصلح، كل اللي ماسكين فيها منظومه كلها فاسده صراحه. وقف لعيب 12 مباراه، لعيبه الاهلي كانت بتحتفل بالكاس ومدخلين عيالهم، لعيبه الزمالك ممنوع تدخل عيال. صدقني فعلا فعلا تركي آل الشيخ عنده حق انه يمشي، ومستثمر بيراميدز له حق انه يمشي ويلغي استثماراته. الله يكون في عون الزمالك، فعلا البطوله اللي بياخدها الزمالك قصادها 10 15 بطوله بياخدها الاهلي. الاهلي متهيأ له كل حاجه، كل حاجه متهيأه للاهلي، غير الزمالك خالص. الزمالك بيحارب كل المنظومات اللي موجوده في اتحاد الكوره، في وزير الشباب والرياضه، مجلس اداره الزمالك يتحل، مجلس اداره الاهلي رغم ان الوزير قرر انه يتحل ما يتحلش، يتشال الوزير. سبحان الله. يعني والله الزمالك يشكر انه لغايه دلوقتي موجود. النادي ده كان المفروض ما نزلش درجه، المفروض كان يتمحى زي الترسانه وزي الفرق دي اللي نزلت درجه، زي الترام درجه رابعه، بالحرب اللي معموله عليه في كل حاجه. في كره اليد تبص تلاقي الاهلي داخل كاس السوبر وهو لا بطل الدوري ولا بطل كاس، وبيلعبوا له دوره رباعيه، رئيس الاتحاد الدولي عامل له دوره رباعيه حسن مصطفى عشان اهلاوي. حاجه غير طبيعيه، غير طبيعيه ما شفتهاش. ما نشوف الساعات القليله القادمه هتصدر عن ايه في قضيه كهرباء. وطبعا كله هيتكلم على امام عاشور، مع ان امام عاشور مش هيروح الاهلي، وانا اكد لك عمر امام عاشور ما هيروح الاهلي. تنساش في نهايه الفيديو تعمل لايك وشير وتشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.